السلام عليكم. عايزاكي بس تجربي وصفة البطاطس بتاعتي، طعم وريحة حاجة كده ما شاء الله. أول حاجة هنسمي بسم الله ونجيب صينية ونحطها على النار، ونجيب كمان معلقتين كبار من السمنة، وهنجيب بصلاية كبيرة أو بصلتين وسط وهنبشرهم بالشكل ده وهننزل بيهم. وأول ما البصلة بتاعتي تدبل بالشكل ده هجيب كام عود من الفلفل الألوان، يعني كام حباية كده من فلفل ألوان وهقطعهم بالشكل ده، ولو عندك فلفل سبايسي انزلي بيه. تمام. هنزل كمان بنص معلقة كده صغيرة من الثوم المفروم. عايزة اقولك ان الثوم المفروم مع الفلفل في صينية البطاطس بتوديها في حتة تانية خالص، بيبقى طعمه حلو قوي قوي. اول ما ريحة الثوم تطلع معايا هنزل بعصير الطماطم، وكمان هنزل اول ما تاخد غلوتين حلوين كده اهوت هنزل بالبطاطس بتاعتي. تمام. انا مقطعاها كده، لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. تمام. هنزل كمان بالميه، لو عندك شوربه انزلي بالشوربه. هضيف كمان ملح وكزبره وفلفل اسود ومكعب دجاج. تمام. هقلب المكونات كويس جدا، وما تنسيش دايما تضيفي السكر. السكر بيعادل الحموضه يا جماعه. تمام. شايفين في نار على نار وسط، شايفين حاجة كده ما شاء الله. البطاطس رغم ما هي ماسكة نفسها، بس عايزة اقول لكم ان هي دايبة جدا وطعمها حلو قوي. جربي بقى الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم، وتسلم ايدك مقدما. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.